أقوى وأضخم حراس شخصية أو بادي جارد للمشاهير. وبكلمة أضخم أنا فعلا بقصد أنهم أضخم من الناس الطبيعية وممكن نحن نبان أقزام جنبهم. فلويد مايوذر. إذا أنت شخص بتعرف فلويد مايوذر وبتعرف مين هو، أكيد رح تقول مستحيل شخص مثل فلويد يحتاج بادي جارد، لأنه بكل بساطة فلويد هو ملاكم وشغلته بالحياة أنه يضرب الناس ويدافع عن حاله، وهذا شيء فعلي طبعا مو مزح. الملاكم شغلته يضرب الناس وياخذ مصاري لأنه عم يضرب الناس. فكونه شخص قدر يجمع أكثر من 280 مليون دولار أمريكي من الملاكمة وضرب الناس، أكيد موضوع الدفاع عن النفس ما راح يكون صعب بالنسبة له، صح؟ خطأ. لأنه ملاكم ولأنه شخص معروف ممكن يكون في له أعداء كثير، حتى في بعض الأحيان ممكن يكون في فان أو شيء معجب لشيء ملاكم خسره يكون غاضب وجانن لأنه خسره، فيقرر إنه يطلع ويتعرض له بالشارع وينتقم منه. لذلك فلويد قرر إنه يبحث عن أكبر وأضخم ناس ممكن يلاقيهم موجودين جنبه ويطلب منهم إنهم يحرسوه أو يدافعوا عنه. أقصر شخص فيهم، هذا أقصر واحد، كان طوله 7 أقدام، يعني 2.13 متر. الرابر دريك. يعتبر الرابر دريك واحد من أكثر الرابر شهرة في العالم، وقدر يجمع ثروة قدرها 250 مليون أو أكثر من 250 مليون بس من خلال مبيعاته وحفلاته. ولأنه احتمالية أنه الناس تتعرض له في أي مكان ممكن يروح له في العالم عالية جدا، دريك محتاج بودي جارد أو حراس شخصيين لحتى يحموه في كل مكان بيروح له، لأنه غير الفانز وغير المعجبين اللي ممكن يتعرضوا له، في عصابات ومجرمين كمان ممكن يتعرضوا له، خصوصا إذا كان في بينه وبين رابر معين بيف خلينا نقول أو مشكلة، فوقتها بتصير لعبة كبيرة بين العصابات وبيقرروا إنهم يقتلوا بعض. فلذلك دريك قرر إنه ما يوظف حارس واحد ولا 3 ولا حتى 5، بل 20 شخص متواجدين معهم في كل مكان بيمشي فيه. Yo, get out the way. Get out the way, man. Move out the way. Move out the way. Move out the way. بيلي ايليش اصغر مغنية اجتاحت العالم بموسيقاها. طبعا باصغر مغنية انا قصدي انها لما طلعت ولما انشهرت كانت صغيرة، هلا هي صارت كبيرة بس لما انتشرت كان عمرها 16 سنة بس. حققت شهرة واسعة وسريعة جدا بسبب اسلوبها المختلف بالغناء. هاي الشهرة السريعة كانت نتيجتها انه في كل مرة بيلي ايليش بتطلع بتمشي بالشارع هذا الشيء راح يصير. Thank you. Back to the top when you're backwards. Stop. Billy right here. Billy right here. Stay back. Billy right here. Billy right here. Billy right here. فلحتى بيلي ما تتعرض للإزعاج مثل الإزعاج اللي راح نشوفه هلا بالمقطع اللي بعده، كانت مضطرة انها تعين أكثر من بادي جارد أو أكثر من حارس، والغرض طبعا انهم يحموها من تطفل الناس ومن المجرمين. Guys, give her room. Oh shit, I'm cooking. Stop moving forward. Stop moving forward. You guys. Oh my god, moment of silence. أتمنى أنكم استمتعتوا بالفيديو. لا تنسى الاشتراك في حساب هياط لمزيد من الفيديوهات.